الرحمن الرحيم حبايبنا الغاليين جريد 8 ستودنتس. هنبدأ النهارده مع بعض ليسون 1 في يونت 3 الفوتو سينثيسيس. كنا خدنا فكرة عن الفوتو سينثيسيس السنة اللي فاتت، وعرفنا إجابة السؤال ده. قلنا does the plant obtain its nutrients from the soil؟ كانوا زمان لغاية ال 17th century أو لغاية القرن ال 17 كانوا الساينتستس بيعتقدوا إن ال plants obtain their nutrients from the soil، لغاية بلجن ساينتست اسمه فان هيلموند. خلاص، هيلموند ده performed experiment اتسمت باسمه هيلموندز experiments، اثبت فيها ان الكلام ده كلام فارغ، وان البلانتس مش بتاخد الفود بتاعها من السويل زي ما كانوا الساينس فاكرين قبل كده. عمل ايه فيلمونتس؟ فان هيلموندز استخدم سيبلينج، يعني small tree with a few roots، يعني شجرة صغنونة زي اللي قدامنا دي كده. ماشي، عندها روتس صغنونة، الماس بتاعتها كانت 2.2 كيلو جرام. عمل لها آه آه آم، عايز يزرعها، فعمل ايه؟ راح جاب شوية سويل، حطهم في كونتينر وخلاها درايد. خلاص، وبدأ يستخدم amount of the dry soil ده في البوت. كانت الماس بتاعتها 90 كيلو جرام. بعدين زرع السيبلينج دي في الدراي سويل، بدأ يعمل لها watering يعني irrigation يعني ري regularly without adding any substances، يعني بيديها ميه بس. اوكي، لمدة قد ايه؟ 5 years. experiment واخد وقت طويل جدا جدا جدا، لمجرد انه يوصل بعد ال 5 years دول بايه؟ بانه يعمل ري ميجرمنت للماس بتاعت التري وبتاعت السويل after 5 years. الراجل لقى ايه؟ لقى ان الماس بتاعت التري ما شاء الله بقت 75 كيلو جرامز، في حين ان الماس بتاعت السويل decreased by only 55 grams. 55 grams، وهي اصلا كانت قد ايه؟ ها؟ اه، كانت ايه؟ 90. هي المفروض 90 grams بقى، صح؟ اه 90 grams، هو غلطان على فكرة في الكتاب. decreased by only 55 grams. عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان في الحقيقة الووتر هو key element for plant growth، ان الووتر كان مهم جدا 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 للجروث بتاع البلانت. في نفس الوقت البلانت جروث فيه doesn't primarily depend on absorbing nutrients from the soil. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان كان في slight decrease in the soil mass. خلاص، وان السلايد decrease in the soil mass معناه ان السويل ما كانش فيها اكل، ما كانش فيها نيوترينتس، ما كانش فيها فود. لا، هي كان فيها حاجات مهمة للجروث. زي مين؟ زي الووتر طبعا، اللي هو كان بيعمله اديشن كل شوية، اضافة الووتر كل شوية، بلس بعض الاليمنتس البسيطة اللي الماسس بتاعتها بسيطة، واللي البلانت ده اعتمد عليها في الجروث. يعني ايه من الاخر كده؟ السويل كان فيها 90 جرامز، وبعد 5 years بقى فيها 55 جرامز. يعني كل اللي نقص على بعضه ما كملش 40 جرامز، ده عبارة عن 35 جرامز. يطلعوا ايه بقى دول؟ يطلعوا المينرال سولتس اللي البلانت عمل لهم ابزوربشن في وقت اذا مهم قوي نفتكر ان البلانت عشان يعمل فوتوسينثيسيس كان بيحتاج ووتر ومينرال سولتس. البلانت بينقل الووتر والمينرال سولتس دول من الروت للستم او to other parts of the plant لغايه ما يوصلوا للليفز عن طريق تيشو كنا بنسميه زايلم تيشو. مين فاكر الزايلم تيشو كده؟ اديني لايك جميله كده. فاكر كلمه زايلم؟ اتكلمنا عنها قبل كده، قلنا ان ليها رول مهم جدا في انها ايه؟ تنقل الووتر والمينرال سولتس للايه؟ للاجزاء المختلفه في البلانت. شكرا للناس والله اللي بتعمل انتر اكشن معانا كده، تحسسنا ان هم موجودين. طيب، في حين ان النيوترينتس او الفود اللي البلانت بيصنعه في الفوتوسينثيسيس
دي في الحقيقة بتبقى transported عن طريق تيشو تاني خالص اسمه phloem tissue. يبقى we have xylem to transport water and mineral salts, and we have phloem to transport the nutrients أو the food اللي بتصنع بالبلانت خلال الفوتو إيه؟ synthesis. طيب تعال نشوف النوت الجميلة دي بيقول لي إيه. Scientists research which were conducted later. كل التجارب اللي جت بعد عمنا هيلمونت جت تقول ايه؟ جت تقول ان ال plants need carbon dioxide and sunlight to make their own food through photosynthesis. والفوتوسينثيسيس دي بتحصل in organelles في نوع خاص من انواع مكونات السيلز اسمه green plastids او اسمه chloroplasts. طب يا ترى تطلع ايه الكلوروبلاست دي وحكايتها ايه؟ كنا بنشوفها باللايت مايكروسكوب ولكن ما كانش واضح مكوناتها ايه، لغايه ما بقى عندنا حاجه اسمها الكترون مايكروسكوب. الالكترون مايكروسكوب ده وضح لنا التفاصيل دقيقه جدا عن الاستراكشر بتاع الكلوروبلاست. تعالى كده بشكل عام كده نعمل ديسكريبشن للكلوروبلاست بناء على شكلها اللي واضح قدامنا ده. عباره عن ايه؟ هي عباره عن cell organelles resemble lentil grains in shape. يعني برضو بتبقى ها شبه الايه؟ شبه حبات الفاصوليا كده في الايه؟ في الشكل. وايه كمان؟ السيلز اللي عندها كلوروبلاستس او جرين بلاستيدز بيبقى لونها جرين، وبتبقى موجودة دايما في البارتس اللي لونها جرين في البلانت especially leaves. اشهر حاجة بنلاقي فيها او بنلاقيها green parts في البلانت الليفز مثلا، ماشي، زي المالو بلانت اللي هو الملوخية، ماشي، الليفز بتاعته لونها اخضر. او الهيربيتشس ستامز بتاعت المالو بلانت اللي هي العيدان الخضراء بتاعت الملوخية دي بيبقى لونها اخضر ليه؟ عشان هي من الهيربيتشس ستامز، من السيقان العشبية. يعني ايه عشبية؟ يعني عندها كلوروفيل، عندها كلوروبلاست. كمان بنلاقيها موجودة في الجرين ألجي أو الطحالب الخضراء اللي بنشوفها لما بنيجي ننزل البحر. حلو، حلو الكلام. طيب ايه أهميتها؟ من غيرها مفيش فوتوسينثيسيس. عندها كل اسرار الفوتوسينثيسيس، عندها كل الاستراكشرز اللي احنا محتاجينها عشان البلانت سيل تقدر تعمل فوتوسينثيسيس in order for the plant to make its own food. يعني احنا وصفنا البلانتس بانها autotrophic organisms، يعني able to make their own food. So تعالى بقى نتكلم عن الاستراكشر ده بالتفصيل. طب انت شايف ايه دلوقتي؟ والله يا مستر انا شايف حاجات لونها اخضر كده، والراجل مشاور عليها ومسميها جرانا. الواحدة منهم اسمها جرانم. معلش خليني أشاور عليها كده. خلاص، الواحدة منهم دي اللي هي تطلع إيه؟ واحدة منهم دي اللي هي تطلع واحدة من دول، يعني مثلا كده، دي على بعضها كده اسمها جرانم. طب دول كتير مع بعض كده كلهم اسمهم جرانا. ماشي، حلو الكلام. يبقى جرانا ده الجمع، جرانم ده السنجل منها أو السنجلر منها. هتلاحظ إن في عندنا تو membranes، outer membrane وinner membrane. بص عليهم كده تحس ان عندها غلافين، غلاف بره وغلاف جوه، ماشي، زي الكتاب اللي معاك. في غلاف كرتون كده، في غلاف تاني رقيق بعديه، صح؟ نفس الفكره، احنا عندنا هنا غلافين اهم. بنيجي نبص من جوه بقى، مفيش بعد الدبل ممبرين ده، مجرد انك تعدي الدبل ممبرين اللي هو الاوتر ممبرين والانر ممبرين تبدا تلاقي الجرانا عايمه في حاجه اسمها ايه؟ عايمه في حاجه اسمها ستروما. الاستروما دي مهمه جدا، والجرانا مهمه برضو. طب معلش يا مستر، يعني في هنا thin membrane حوالين مين؟ حوالين كل قرص من الأقراص دي. الأقراص دي عاملة زي إيه؟ عارف ده متفرج على الإعلانات بتاعة المنظفات، فيري وبريل والحاجات دي، بيقعدوا يرصوا أطباق فوق بعض كده، صح؟ من نفس الفكرة كده. فكل يونت من دول عاملة زي طبق. الطبق ده بيبقى هولو، مجوف وفاضي، ونقدر إن احنا نحط جواه حاجات. الحاجات دي بنسميها pigments أو أصباغ. اشهر واحده فيهم احنا عارفينها اسمها الكلوروفيل، ولكن انا بقول اشهر واحده لانها مش الوحيده. اوكي، يبقى يلا تاني، تعال نشوف تاني كل مكون من المكونات دي. ايه المكونات الاساسيه اللي شفناها؟ دبل ممبرين وستروما وجرانا. دبل ممبرين
واحد فيهم external سميناه outer membrane، تاني فيهم internal سميناه inner membrane. ده شغلته ايه؟ زيه زي اي membrane، allow substances to move in and out of the chloroplast، بيسمح للحاجات انها تدخل او تخرج من الايه؟ من الكلوروبلاست. طيب الاستروما دي عبارة عن ايه؟ الاستروما دي عبارة عن internal space of the chloroplast. زي ما السيل ممبرين بتعديه بتلاقي سيتوبلازم وبعدين تلاقي الاورجانيلز موجودين، زي ما بمجرد ما بنعدي الدبل ممبرين بنلاقي الاستروما. خلاص؟ الاستروما فيها most of the enzymes اللي بيحتاجها البلانتس في الرياكشنز اللي بتحتاج اللي مش بتحتاج لايت. وده نوع من الكيميكال رياكشنز المهمه جدا للفوتوسينثيسيس، بنسميه لايت اندبندنت رياكشنز. يعني ايه اندبندنت؟ يعني مش محتاج لللايت. لايت اندبندنت يعني مستقل عن اللايت او مش بيحتاج لللايت. تمام؟ طيب باقي ايه؟ باقي الجرانا اللي بتعوم في الاستروما. والجرانم الواحده بتبقى عباره عن ساك اوف ستراكشرال يونتس، كل واحده فيها اسمها ثايلاكويد ممبرين. يعني كل قرص من الاقراص اللي فوق بعض دول اسمها ثايلاكويد. عددهم بيوصل لحوالي 15 ثايلاكويد اور مور في كل جرانم من الجرانا. ولو لاحظت في الصوره اللي فاتت هتلاقي ان عدد الثايلاكويدز بيختلف من جرانم للتانية، مش لازم يبقوا كلهم عندهم نفس عدد الثايلاكويدز، لكن بيوصل ل 15 اور مور في بعض الجرانا بتاعت بعض الكلوروبلاستس. وهتلاحظ كمان ان الايدجز بتاعت الثايلاكويدز بتقابل بعض. يعني الثايلاكويد من الجرانم دي بتقابل ثايلاكويد من الجرانم دي، والممبرين اللي هنا تحس انه عملوا كوبري ما بين الاتنين كده. لو بصيت في الرسمه اللي فاتت كمان هتلاقيها بنفس الحكايه. فعلا يا مستر موجوده اهي. طب ده هدف منه ايه؟ هدف منه ان اللايت هيعدي. اللايت هيعدي بالشكل ده. تمام؟ بص معايا كده. بص هتلاقي، عفوا معلش، بصوا حبايبي، اللايت هينزل كده وكده وكده، خلاص، وكده. تمام. ملاحظ حاجة؟ اللايت اللي بينزل ده ممكن ينزل على جرانم او على الثايلاكويد بتاعت الجرانا، وممكن لو كمل كده في طريقه وما لقاش حاجة بتربط ما بين الجرانا وبعضها، يبقى شوية اللايت دول عدوا من الكلوروبلاست من غير ما يستفاد منهم. من هنا بقى بتيجي أهمية وجود الإيه؟ الممبرينز اللي مطولة أو اللي موصلة ما بين الجرانا وبعضها. دي بتعمل حاجة اسمها increasing the surface area، بتزود السيرفيس اريا اللي بتخلي الكلوروبلاست قادرة إنها تعمل absorption لكميات كبيرة من اللايت، large amounts of light. فده يساعدها على إنها تعمل الإيه؟ الفانكشن بتاعتها بشطارة، وهي إنها تعمل الفوتوسينثيسيس وتعمل ابزوربشن لاكبر كميه من اللايت اللي هيستفاد منه بعد كده في الايه؟ الميكينج فود او في تصنيع الكربوهيدراتس اللي بتطلع من الفوتوسينثيسيس. طبعا اشهرها الجلوكوز. يبقى give reasons for the in some thylakoids extends to connect with another thylakoid in an adjacent granum. ليه الحواف بتاعت الثايلاكويد اللي في الجرانم اليمين تروح تقابل الممبرينز بتاعت ثايلاكويدز تانية خالص في جرانا تانية خالص؟ اقول له to increase the surface area of the thylakoid membrane exposed to a to light. وقلنا الثايلاكويد membranes contain several types of pigments، يعني مش فيها نوع واحد بس، مش فيها كلوروفيل بس. وكل البيجمنتس دي هم ممكن اشهرهم هو الجرين كلوروفيل، واكبرهم في الكميه هو الجرين كلوروفيل المسؤول بشكل اساسي عن الابزوربشن اوف لايت ايه؟ energy required for photosynthesis. طيب ليه بقى مهمه الثايلاكويدز؟ ما احنا قلنا ان في independent reactions بتحصل في اللايت، independent reactions بتحصل في الاستروما. ماشي، يبقى الجرانا مهمه في ايه؟ لان في الحقيقه لقينا ان في بارت تاني من الفوتوسينثيسيس رياكشنز بيعتمد على اللايت، فبنقول عليه لايت ديبندنت رياكشنز. الاولاني كان اسمه لايت اندبندنت رياكشنز، يعني مش بيعتمد على اللايت، وده كان بيتم عن طريق انزيمز موجوده في الاستروما.
اما التاني ده فهو رياكشنز بتحصل في الجرانا مش في الاستروما، require light بتحتاج لللايت، وبنسميها light dependent reactions او تفاعلات الضوء اللي بتحتاج اللايت بشكل اساسي. طب يا مستر، هي الكلوروبلاست هي النوع الوحيد للبلاستيدز؟ يعني بمسك طماطمايه مثلا، ما الطماطمايه بتتكون من بلانت سيل ولونها احمر، ماشي. البلومز البرقوق مثلا، البيتلز بتاعت الفلاورز ممكن الاقيها بالوان كتير قوي، موف وبلو وروز وحاجات كتير قوي. الله، ممكن الاقي حاجات مثلا زي سويت بوتيتوز او البوتيتو بلاقيها كولرلس ملهاش لون، مش جرين، يعني مش كل اجزاء البلانت جرين، صح؟ لان في الحقيقه مش كل البلانت سيلز عندها كلوروبلاست، اماكن معينه في البلانتس هي اللي عندها كلوروبلاست. بقيه البلانت سيلز ممكن نلاقي عندها الوان او ما نلاقيلهاش الوان خالص، عشان عندها نوع مختلف من البلاستيدز. ففي بلاستيدز بيبقى فيها الوان تانية غير الكلوروفيل اكتر، فالالوان التانية دي بنسميها كاروتينويدز. الكاروتينويدز دي بتخليها colored plastids. colored تدي colors كتير قوي 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 الا الجرين، فاللي عندها كلوروفيل اسمها green plastids، اللي عندها كاروتينويدز اكتر بنسميها colored plastids او chromoplasts. يبقى كلورو يعني جرين، كرومو يعني colored. وفي نوع تالت اسمه ليكوبلاستس، ودي بقى ما بيبقاش عندها pigments، بتبقى بنسميها colorless plastids، وبتبقى شغلتها انها تخزن الكربوهيدرات او تعمل ستورج الكربوهيدرات. يبقى الكلوروبلاست او الجرين بلاستيدز بلاقيها في الجرين parts of the plant especially the leaves and the leafy stems، ماشي، زي اللي بنلاقيها في المالو بلانت اللي هو الملوخيه. الكروموبلاست او الكولورد بلاستيدز بنلاقيها في بعض الفروتس زي البلمز، حاضر يا يوسف، والبيتلز بتاعت الفلاورز، كل الحاجات اللي ليها لون بقى. والليكوبلاستس او الكولورلess بلاستيدز ودي بنلاقيها في الاجزاء اللي عايزه تعمل ستورج الكربوهيدرات زي السويت بوتيتوز والبوتيتوز. طيب تعالى بقى نشوف الحته الانتجريشن وذ فيزيكس دي. دلوقتي احنا كلنا عارفين ان الوايت لايت بيتكون من 7 سبيكترم كولرز، بنشوفهم في الرينبو وقت المطر، هنشوفهم كتير الايام الجايه، وتقدر تشوفهم لو استخدمنا جلاس بريزم، ونقدر نشوف الريد كولر بتاع اللايت اقرب للايبكس، ونلاقي البيربل كولر اقرب للبيس بتاعه الجلاس بريزم، وما بينهم بقى الاورنج واليلو والجرين والبلو والاندجو. طيب بما ان اللايت ده شكل من اشكال الانرجي، وبنسمي الويفز بتاعته الكترو ماجنتيك ويفز. الوايت لايت هو جزء صغير جدا من الالكترو ماجنتيك ويفز دي، ممكن يطلع من الصن، ممكن يطلع من اللامبس، يطلع من فلاش الموبايل بتاعك. بيتكون من 7 different colors، كل واحد فيهم عنده different energy، وده مش كلامي، ده كلام ساينتست اسمه ماكس بلانك. قال ان كل color، كل light color من دول ليه different energy. ده السبب ان بيخليهم مترتبين الترتيب اللي قدامنا ده. اوكي يا جماعه؟ يبقى الريد كولر عنده انرجي مختلفه عن اليلو، مختلفه عن الجرين، مختلفه عن البلو، مختلفه عن البيربل. طب احنا ليه بنتكلم في الموضوع ده؟ لان في الحقيقه الفوتوسينثيسيس معتمده على absorption of light. اللايت ايه اهم حاجه في اللايت؟ لونه ولا الانرجي بتاعته؟ الانرجي بتاعته. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي بيحصل لما اللايت ريز دي fall on shiny object like a mirror. بيحصل لها ايه؟ they reflect completely، وبالتالي بنشوف الميرور دي بتلمع. طيب لو وقع بقى على transparent object like glass it passes through it. جميل. طب لو وقعت على حاجة ليها color زي الريد ابل مثلا، احنا بنشوفها لونها ايه؟ بنشوفها لونها ريد. ليه؟ لأن الريد لايت هو الوحيد اللي حصل له ريفلكشن، والباقيين حصل لهم ايه؟ absorption. يبقى الابل بتبان لعينيا لونها ريد لان اللايت كولر الوحيد اللي وصل لعيني لونه ريد. مستر مش هو اصلا، مش ده اللايت بتاع الشمس او بتاع اللمبه؟ اه،
مش ده بيكون من 7 colors؟ ايوه. فين الستة الباقيين؟ بقوا absorbed by the apple. يبقى الحاجة اللي لونها جرين، لونها جرين ليه؟ عشان it reflects the green color. طب وبقية الحاجات، بقية الكولرز راحت فين؟ they are absorbed. طيب ده ايه علاقته بالفوتوسينثيسيس؟ ده هو ده يا سيدي بقى اصل الموضوع في الفوتوسينثيسيس. عشان نفهم حكايه اللايت ابزوربشن باي كلوروفيل، عندنا تجربه بسيطه خالص بنعملها باستخدام السبانيش ليفز، السبانخ يعني، ورق السبانخ ده. بنروح نجيب بورسلين مورتر، خلاص، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن عارفين الهون؟ الهون ده بس معمول من البورسلين، ماشي، موجود عندنا في البيت كلنا. هنقطع الجرين ليفز بتاعت الاسبانيش بلانت ونبدا نحطها في البورسلين مورتر، نحط عليها كوانتيتي اوف ايثايل الكحول، شويه كحول كده من اللي احنا بنسميه ايثانول كيميائيا يعني، واحنا بنقول عليه كحول بالعربي، سو اسمه الكيميائي ايثانول. نحط فيه البيسز اوف سبانيش ليفز enough to cover them، يعني بنفضل نحط كميه من الايثانول لغايه ما تغطي الايه، لغايه ما تغطي على الليفز بتاعتنا، ونبدا نعمل كراشنج للبيسز بتاعت الليفز دي باستخدام البستل بتاع المورتر اللي هو ايد الهون يعني. نبدا انه ايه، نبدا ان احنا نطحنها كويس جدا، خلاص، لغايه ما يكون لنا جرين ماكستشر. طب ليه بيكون جرين ماكستشر؟ لان الايثانول عنده قدره على انه يعمل اكستراكت للكلوروفيل من الليفز. الالكوهول او الايثانول بيقدر يفصل الكلوروفيل ويطلعه بره الليفز، خلاص، فالليكويد بيتحول للون جرين. وبقيه السبانيتش ليفز تقدر ان انت تطلعها او تفصلها عن الليكويد ده باستخدام حاجه بنسميها الفلتر بيبر. حط الفلتر بيبر دي وبنبدا ان احنا نكب الايه المكستشر بتاعنا ده، فيبدا الليكويد اللي نازل بيبقى لونه جرين وبنسميه كلوروفيل سولوشن. وبقيه الليفز دي ما عادش تلزمنا في حاجه خلاص، احنا اللي يهمنا الكلوروفيل ايه، سولوشن. وبعدين بنروح ناخد بقى الكلوروفيل سولوشن ده، ماشي، وتعالى نشوف هنعمل ايه على الكلوروفيل سولوشن. عايزين نشوف اللايت ابزوربشن باي كلوروفيل. هروح اجيب 3 sheets، 3 are transparent sheets، والوانهم ار جي بي. اللي هم ايه الار جي بي؟ ريد وجرين وبلو، خلاص، الاختصار بتاعها ار جي بي، والناس اللي بتشتغل الكترونكس هتبقى عارفه انا بقول ايه. عارفين الكلام ده ولا مش عارف؟ مين بيشتغل الكترونكس وعارف الكلام ده؟ اقول لك ار جي بي سنسور، خلاص. طيب، الريد لايت والبلو لايت والجرين لايت بنسميهم primary colors. طيب، to allow only red light to pass through we use red transparent sheet، و to allow only blue light to pass through وبنستخدم البلو شيت. وبنفس الطريقة to allow only the green light to pass through we use ايه؟ we use green sheet. اوكي؟ طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل الريد لايت بقى قدر يعدي من الكلوروفيل سولوشن؟ لا، ما قدرش يعدي. يبقى معنى انه ما عداش ايه؟ انه بقى absorbed. طب البلو لايت قدر يعدي من الكلوروفيل، عدى الناحية التانية؟ نو. امال حصل له ايه؟ حصل له absorption. يبقى الجرين كلوروفيل لا عدى اللون الريد ولا عدى اللون البلو. طب هل الجرين لايت يقدر يعدي من الكلوروفيل سولوشن؟ قدر يعدي من الكلوروفيل سولوشن. الله، طب اشمعنى؟ طيب، اولا عشان تعرف حكمة ربنا في ان الكلوروفيل يبقى اخضر، ركز بقى في اللي جاية دي. الترانسبيرنت جرين كلوروفيل سولوشن بيعدي الجرين لايت من كل الالوان، يعدي الجرين لايت بس، ويابزورب الريد والبلو. وده سبب، له سبب مهم. ايه هو السبب؟ ان الانرجيز بتاعت الريد والبلو هم المهمين
عشان الرياكشنز اللي سميناها لايت ديبندنت رياكشنز تحصل في الجرانا، عشان نقدر نحول اللايت انرجي دي لكيميكال انرجي، احنا مش محتاجين الانرجي بتاعت الجرين لايت لانها ما تلزمناش، عشان كده بيعديها منه عادي، فبيعمل ريفليكشن عادي فيطلع باللون الجرين عادي. انما الريد والبلو الانرجيز بتاعتهم مهمة، والكلوروفيل ما بيفوتهمش، وبالتالي بيعمل لهم absorption 100%. طالما نجح في انه يعمل لهم absorption 100%، يبقى الفوتوسينثيسيس هتبقى successful ولا لا؟ هتبقى very successful process. يبقى give reasons ليه plant leaves appear green. Only because plant leaves absorb all the spectrum colors that form the white light، كل السبع ألوان except the green light which they reflect. بيمتصوا كل مكونات اللايت ما عدا مين؟ ما عدا الجرين. So as they reflect the green color they appear ايه؟ They appear in green. طيب باختصار شديد عشان ما اطولش على حضرتك، بص معايا على البارت الاولاني من حدوتة الفوتوسينثيسيس، واللي بتوضح عندنا دي خطوات اللايت ديبندنت رياكشنز اللي بتحصل في الجرانا. خلاص، وركز كويس جدا لان دول مهمين جدا عشان الخطوة اللي بعد كده تحصل. مين الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده اسمها لايت اندبندنت رياكشنز اللي كانت بتحصل في الاستروما. مستر يعني الفوتوسينثيسيس يا اما بتحصل باللايت يا اما من غيره، صح؟ لا مش كده، جزء منها بيحصل in the presence of light وجزء منها بيحصل in the absence of light. الجزء اللي بيحصل in the presence of light اسمه light dependent reactions، وده اللي الشكل اللي قدامنا ده بيعبر عنه. بيبدأ بإيه ده؟ بإن الصن طلع لايت انرجي، الانرجيز بتاعت البلو والريد لايت بتبقى absorbed by مين؟ by chlorophyll. طب الكلوروفيل ده زيه زي اي كومباوند بيتكون من اتومز. تحديدا يعني تحديدا جوه الكلوروفيل كومباوند ده اتوم من المغنيسيوم، مغنيسيوم ميتال. الميتال ده عنده 2 الكترونز في اخر انرجي ليفل. بمجرد ما ياخدوا شويه انرجي من اللايت ده، خصوصا بتاعت البلو والريد، بيتجننوا ويبداوا ينطوا الانرجي ليفل اعلى من مكانهم. هيتقال على الكلوروفيل في هذه الحالة انه بقى اكتف كلوروفيل او اكسايتد كلوروفيل. تاني نقول عليه ايه؟ بعد الابزوربشن بتاع البلو والريد لايتس بنقول عليهم ايه؟ اكتف كلوروفيل او اكسايتد كلوروفيل. طبعا المغنيسيوم اتوم بتاعت الكلوروفيل تقول لهم ايه؟ يا الكترونز مش عايزه تنطيط، انزلوا لي، انزلوا لي الانرجي ليفلز بتاعتكم. طبعا في فرق في الانرجي، الفرق بتاع الانرجي ده والالكترونز نازلين من هاير انرجي ليفل للور انرجي ليفل. البلانت بتستفيد من فرق الانرجي ده في ايه؟ بارت من الانرجي دي بيكسر الووتر، الووتر اللي ما كانش بيتكسر غير لما نكهربه، شويه الانرجي دول جزء منهم بيفصلوا الاكسجين لوحده وايه؟ وهيدروجين لوحده. الاكسجين يمشي يروح، يبقى باي برودكت ريليزد. اول برودكت من الفوتوسينثيسيس بنقول عليه باي برودكت لانه مش هو الهدف الاساسي من الفوتوسينثيسيس. الفوتوسينثيسيس الهدف منها تصنيع جلوكوز، تصنيع كربوهيدرات، تصنيع حاجات مهمه واورجانيك، مش اكسجين. الاكسجين ده انه اورجانيك. طب بقيه الوتر يبقى ايه؟ يبقى هيدروجين. طب ليه يا مستر احنا بنكسر الوتر لهيدروجين واكسجين ليه؟ طب الاكسجين ماشي خلاص، الهيدروجين ده احنا محتاجينه في اللايت اندبندنت رياكشنز اللي بتحصل فين؟ في الاستروما. عن طريق مين؟ عن طريق الانزيمز. يبقى الخطوه دي مهمه ولا لا؟ الخطوه دي مهمه جدا. هنستخدم الانرجي لما يجي الاكتف كلوروفيل يرجع تاني كلوروفيل، وترجع تاني الخطوات اللي فاتت دي تتعاد تاني، ناخد جزء من الانرجي نكسر بيه ووتر يدينا اكسجين وهيدروجين. الاكسجين ريليزد از باي برودكت يمشي من الفوتوسينثيسيس، والهيدروجين يتنقل للمرحله اللي بعد كده اللي احنا سميناها لايت اندبندنت رياكشنز، اللي هي مالهاش علاقه بالجرانا ولا ليها علاقه بالشكل اللي قدامنا ده كله.
البارت التاني من الانرجي بيستخدم في تحويل ال ADP او بنسميه ادينوزين دايفوسفات الى كومباوند مخزن شويه انرجي كده محتاجينه احنا قوي برضو في اللايت اندبندنت رياكشنز. وكلام ما بيني وما بينك كده، اي كلام عن انرجي متخزنه in the body of a living organism دايما بنقول اسمه، بنقول عليه ATP. مهم قوي 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 المصطلح ده. اسمه ايه؟ ATP. اوعى تنسى الثلاث حروف دول، ادينوزين تراي فوسفات. امال اللي فوق ده كان اسمه ايه؟ ADP، ادينوزين داي فوسفات. يا مستر يعني ايه داي ويعني ايه تراي؟ انا فاكرها على فكرة. طيب بص معايا يا جميل على الشكل ده، بص كده. اه، ادينوزين داي فوسفات، بص كده، هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة اسمها ادينين ومعاه حاجة اسمها رايبوز شوجر. الادينين مع الريبوز شوجر يعملوا مركب كيميائي صغنون اسمه ادينوزين. لما يعمل كومباينيشن مع تو فوسفيت جروبس بقى اسمه ادينوزين داي فوسفيت او اي دي بي. طب احنا عايزينه يبقى تراي فوسفيت. شطار اللي قال تراي يعني ثلاثة. يبقى المفروض ان احنا نركب فوسفيت جروب ثالثة مع التو فوسفيت جروبس دول، يقوم يدينا حاجة اسمها ادينوزين تراي فوسفيت. ايه الفرق ما بينهم؟ ده عنده 2 فوسفيت جروبس وده عنده 3 فوسفيت جروبس. بس كده؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لان في شويه انرجي هنا بيربطوا ما بين الفوسفيت جروب الثانيه والثالثه. شويه الانرجي الحلوين دول يا جميل متخزنين. يعني لما نحب نطلع الانرجي من الاي تي بي بنفك البوند اللي هنا دي، بنكسر البوند اللي هنا، تقوم الانرجي تبقى ريليزد. طب لو حبينا نخزن الانرجي يبقى بنرجع تاني البوند دي، نكون البوند ما بين الفوسفات الثالثه والثانيه. فشويه البوند دي مخزنه جواها ايه؟ مخزنه جواها انرجي. يبقى الفرق مين فيهم اعلى في الانرجي؟ الاي تي بي ولا الاي دي بي؟ اللي فيه 3 فوسفيتس ولا اللي فيه 2 فوسفيتس؟ اشوف الاجابات كده، ما اشوف الشات. ربنا يكرم ونلاقي حد يرد علينا النهارده من جريد 8. هما لسه مقموصين ولا ايه؟ انتوا لسه مقموصين؟ مين اللي عنده انرجي اكتر؟ الاي تي بي. شكرا يا رقية، شكرا يا رقية، ميرسي قوي. طيب شكرا يا محمد. تمام. لما نيجي نكتب بقى اي تي بي واي دي بي لازم نكتبها ايه؟ لازم نكتبها كابيتال ليترز، ماشي؟ upper كيس، upper كيس او كابيتال ليتر. شكرا يا درين. ماشي. طيب حبايبي، خلصنا اللايت ديبندنت رياكشنز. طلعنا منها بايه؟ طلعنا منها بهيدروجين، وطلعنا منها بشويه انرجي متخزنين فين؟ في الاي تي بي. فاكر انت كنا دايما نقول لك ايه؟ كنا بنقول لك دايما ان احنا الفوتوسينثيسيس بتبدا بايه؟ بووتر وكربون دايوكسيد. حد جاب سيره الكربون دايوكسيد يا جماعه من ساعتها؟ انا قلت كربون دايوكسيد؟ والله ما حصل. انا من ساعتها عمال اتكلم عن كلوروفيل واي تي بي وانرجي وهيدروجين، صح؟ فين يا عم الكربون دايوكسيد ده؟ انتوا كنتوا بتقولوا لازم البلانت ياخد كربون دايوكسيد. صح صح، بس مش في اللايت ديبندنت رياكشنز، في النوع التاني او في الخطوات التانية اسمها لايت اندبندنت رياكشنز. ودي عباره عن جروب اوف كيميكال رياكشنز بيحصل في الاستروما عن طريق الانزيمز. يعني مش بيحصل في الجرانا ولا ليه علاقه بالكلوروفيل ولا اي حاجه من الكلام ده. and do not depend on presence of light. امال بيديبند on ايه؟ enzymes. depend on enzymes، والانزيمز depend on temperature. ملهاش علاقه بوجود اللايت او عدمه. حلو. يبقى اللايت اندبندنت رياكشنز بتحصل بالاعتماد على الهيدروجين اللي بيبقى موجود في الكيميكال compounds found in the thylakoid membranes، اللي هي اصلا طالعه من مم. طالعه من اللايت ديبندنت رياكشنز اللي كنا لسه شارحينها من شويه. شويه الهيدروجين دول يتشالوا على كيميكال كومباوندز او على واحد من الكيميكال كومباوندز دول موجود على الثايلاكويد ممبرين، وبيعوم لغايه ما يوصل للستروما، يقابل الانزيمز بتاعته، ويبدا يستخدم في انه يكومباين. الخطوه الثانيه combines with carbon dioxide. الهيدروجين لما يكومباين مع الكربون دايوكسيد في وجود ال ATP اللي طالع من اللايت ديبندنت رياكشنز، وجود الاستروما انزيمز، بيطلع لنا مين؟ مين اللي اصلا الفوتوسينثيسيس كلها بتحصل عشانه؟ الجلوكوز شوجر.
يبقى الهيدروجين combines with carbon dioxide which is absorbed from the atmospheric air. وجود ال ATP molecules اللي طالعه من اللايت dependent reactions مع الانزيمز اللي موجوده في الاستروما they produce glucose sugar، وبالتالي يطلع لنا البرودكت الثاني من الفوتوسينثيسيس اللي احنا قلناه مليون مره، وهو مين؟ الجلوكوز شوجر. يبقى كده عندك تو برودكتس، واحد منهم هو الاكسجين طلع من النوع الاول من الرياكشنز اسمه لايت ديبندنت رياكشنز، طلع معاه شويه هيدروجين وشويه اي تي بي تم استخدامهم مع الكربون دايوكسيد في وجود الاستروما انزيمز لتصنيع الجلوكوز شوجر. طيب هي ايه مستر الانزيمز دي؟ ده انتجريشن مع الكيمستري. حبايبي عندنا في الكيميكال رياكشنز حاجه بتسرع الرياكشنز اسمها كاتاليستس. كاتاليست دي شغلتها ان الرياكشن اللي بياخد وقت طويل تخلصه هي بسرعه جدا جدا جدا. فالانزيمز بتشتغل زي الكاتاليست في انها بتعمل ايه؟ increase the rate of light independent reactions without requiring high temperatures. فاكر لما قلت لك ان الانزيمز شغلها بيتوقف على التمبريتشر؟ في وجود الانزيمز ما بنحتاجش temperatures عاليه، لان احنا لو حبينا نعمل نفس الرياكشنز دي في المعمل، ما احنا فاهمينها اهو، يبقى نعرف نعملها في المعمل، بتحتاج هاي فيري هاي temperatures. ففي وجود الانزيمز ما بنستخدمش temperatures دي، لان في الحقيقه النباتات اللي بتنمو في المناطق التلج بتنمو عادي وبتعمل فوتوسينثيسيس عادي، اللي بتعيش في الميه برضو بتعمل فوتوسينثيسيس عادي. اذا الصفحه دي فيها خلاصه الايه؟ الكلام عن الفوتوسينثيسيس. ماشي، عملنا ايه؟ استنينا اللايت عن طريق الثايلاكويدز، اعتمدنا على الووتر، كسرنا الووتر ده في وجود جزء من الانرجي بتاعه اللايت عشان نطلع الاكسجين بسرعه. اما الهيدروجين راح مع الاي تي بي يقابلوا الكربون دايوكسيد في الاستروما عشان تحصل اللايت اندبندنت رياكشنز اللي بيرجع تاني بعدها الاي تي بي يتحول لاي دي بي. اما الانرجي فيتم استخدامها في تحويل الكربون دايوكسيد مع الهيدروجين لجلوكوز، وهو المين برودكت اوف فوتو سينثيسيس. اما الاكسجين فده طلع من اللايت ديبندنت رياكشنز اللي بتحصل على الثايلاكويدز، وبنعتبره باي برودكت، يعني منتج جانبي او ثانوي، مش مهم يعني بالنسبه لنا. طبعا بالنسبه للليفنج اورجانيزمز كلها الاكسجين مهم، ولكن في الفوتوسينثيسيس مش هو الهدف. المين برودكت هو مين؟ هو الجلوكوز، لان هو الفود، هو اللي شايل الانرجي وهو اللي مخزن الانرجي. وادي عندك هنا ايه؟ كومباريزن جميله ما بين اللايت ديبندنت رياكشنز واللايت اندبندنت رياكشنز. اللايت ديبندنت رياكشنز بتحصل على الجرانا اللي عندها thylakoid membranes لان عندها الجرين chlorophyll pigment responsible for absorbing the light energy. depend directly on light، بتحتاج sunlight وsoil water chlorophyll و ADP molecules. بيطلع منها ايه؟ اكسجين بيطلع باي برودكت، هيدروجين و ATP molecules بيستخدموا بعد كده في اللايت اندبندنت رياكشنز، اللي طبعا ما بتحصلش على الثايلاكويدز. دي بتحصل فين؟ على الاستروما اللي بتملى الكلوروبلاست، تبقى مليانه enzymes necessary for occurrence of the light independent reactions. They do not depend on light but they depend on temperature. بتحتاج هيدروجين جاز و ATP molecules بيبقوا جايين من اللايت dependent reactions اللي الخطوه اللي فاتت دي، مع كربون دايوكسيد جاز بيجي من الاتموسفيريك اير بيطلع منهم جلوكوز، والاي تي بي بيتحول ل اي دي بي موليكيولز، فيعتبر بالنسبه لنا برضو برودكت من اللايت اندبندنت رياكشنز. اخر حاجه نختم بيها حصتنا الجميله دي هو ان احنا لاحظنا في حدوته الفوتوسينثيسيس ان في ري ارينجمنت بيحصل للاتومز عشان نحول سمبل موليكيولز زي الكربون دايوكسيد والووتر لحاجات كومبلكس جدا زي الجلوكوز. ده موليكيول واحد بس من الجلوكوز. في كل مره احتاجنا نبني موليكيول واحد من الجلوكوز استخدمنا 6 موليكيولز من الكربون دايوكسيد و6 موليكيولز من الووتر، وطلع معاه 6 موليكيولز اوف اوكسجين. كل ده عشان نبني موليكيول واحد بس من الجلوكوز. فما بالك بقى الووتر ده بيبقى absorbed من السويل، الكربون دايوكسيد جاز بيبقى absorbed من الاتموسفيريك اير. So to produce their food اللي هو الجلوكوز and release oxygen gas as a byproduct, we need all these reactants to produce just one molecule. انت بتستخدم 12 molecules
عشان تطلع 1 موليكيول من الجلوكوز و6 موليكيولز من الاكسجين. ولو بصيت هتلاقي ان الايكويشن دي بالانسد ولا نوت بالانسد؟ طبعا بالانسد. 6 كربونز ادي 6 كربونز، تمام. الهيدروجين 6 اكسجين هنا باي 2 يبقى 12، وادي 6 باي 1 يبقوا 18. يلا بينا نشوف هنا، ادي هنا ايه؟ هنا 6 اكسجين، وادي هنا 6 باي 2 يبقوا 12 بلس 6 يبقوا 18. ادي الهيدروجين 6 باي 2 يبقى 12 هيدروجين، ادي 12 هيدروجين، يبقى الايكويشن بتاعتنا ايه؟ بالانسد. طيب ايه بقى موضوع الموديلنج اللي هما بيقولوا عليه ده؟ الفوتوسينثيسيس في الحقيقه لو حبيت يعني تتخيل كده شكل الموليكيولز اللي داخله في تكوينها، ده ممكن يبقى مثلا الكربون دايوكسيد، وده ممكن يبقى الووتر، ده بيبقى شكل الجلوكوز اللي طالع منها، وده بيبقى الاكسجين. طب هو ليه هنا في حاجتين؟ عشان دي دبل كوفالنت بوند. طب ليه شرطة واحدة هنا؟ عشان دي اسمها سنجل كوفالنت بوند. طب ليه هنا شرطتين وهنا شرطتين؟ عشان دي دبل كوفالنت بوند برضه. فالستكس بتعبر عن الكيميكال بوندز بانواعها، الكالرد بولز بتعبر عن الاليمنتس اتومز. وهتلاحظ ان الكربون ادوها اللون الاسود، الاكسجين ادوها اللون الاحمر، هنا الاكسجين واحده بس معاها 2 هيدروجين باللون الابيض. وبالتالي نقدر ان احنا نعبر عن الرياكتنتس والبرودكتس بتاعت الفوتوسينثيسيس باستخدام الايه؟ المودلز. احنا اتكلمنا عن المودلز قبل كده واهميتها في الساينس. نقدر نقول ان الموديلنج هو الطريقه اللي بنقدر بيها نبريزنت simplified view ل very small things ما نقدرش نشوفها بعينينا we cannot see, or very large things that we do not perceive. زي ما شفنا مثلا الموديل بتاع الكره الارضيه، ما اقدرش اشوف الكره الارضيه على بعضها غير لو طلعت بره الكوكب خالص. مش اي حد بيطلع بره الكوكب غير الاسترونوتس. وبالتالي اقدر اشوف موديل وانا قاعد في الكلاس يوضح لي الاماكن الدول من بعضها فين، يسهل عليا understanding things and recognizing relationships. اقدر ان انا اتعرف على حاجات واشوف العلاقات اللي موجودة ما بينهم. نقدر نقول ان الجلوكوز لما كان بيتركب مع بعضه بيدينا ستارش، ودي كانت معلومة مهمة جدا احنا قلناها قبل كده، ان الستارش جرانيولز اللي بيتم تصنيعها في الفوتوسينثيسيس هي اصلا جايه من جلوكوز كتير جدا اتربط في بعضه عن طريق كيميكال بوندز. وبالتالي ازاي يتحول مونوساكرايد لبولي ساكرايد زي الستارش؟ الموضوع بسيط. انت بتبدا الاول بشويه جلوكوز موليكيولز بتبقى linked together in long chains عشان في النهايه تديك الستارش جرانيولز اللي هي الستارش البولي ساكرايد اللي بيتخزن بعد كده في الليفز روتس او الستامز، وليها high storage efficiency زي ما كان جسم الانيمالز والهيومنز بيخزن جلايكوجين، زي ما البلانتس بتخزن الستارش. وبنلاقيها موجودة في أماكن مختلفة. ممكن نلاقيها في التارو كورمز، ممكن نلاقيها في البوتيتو ستامز أو السويت بوتيتو روتس. تلاحظ إن فيه كورمز ستامز روتس أماكن مختلفة للبلانتس تخزن فيها ستارش. وتجيلك على الكلام ده questions كتير جدا من نوعية What is the relationship ما بين ال ADP وال ATP? Give reason oxygen is found in large amounts during daylight hours عشان الفوتوسينثيسيس بتحصل في الداي تايم. جلوكوز بيبقى stored in plants in the form of starch لأنه في الحقيقة الجلوكوز ده dissolve in cold water، وعشان نمنعه من إنه dissolve في البلانت سيلز بنحوله ل starch granules. واحد يقول لي يا مستر مش هي الجلوكوز ده بتصنع جوه البلاستيد؟ ما يفضل جوه البلاستيد، ما هو هيدوب في الووتر اللي موجود في الاستروما. احنا عايزين نمنعه من انه يدوب. مش الجلوكوز ده soluble in water موجود جوه العنب soluble؟ احنا عايزين نمنعه بقى من الكلام ده، فبنحوله لصوره ايه؟ ستارش. الجرانيولز بتاعت الستارش are sparingly soluble in cold water، يعني بتدوب بصعوبه جدا في الووتر. واللي مش مصدقني يقوم يجيب معلقه نشا من عند ماما او دقيق ويحاول يقلبها في ميه، هنلاقي ان ذوبانها صعب جدا. كده وصلنا عند evaluate 1 اللي هيكون هوم وورك السيشن النهارده. بشكر حضراتكم جدا على وقتكم، وان شاء الله نتقابل على خير السيشن الجايه لاستكمال الليسون التقيل جدا ده. شكرا لحضراتكم ولوقتكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.